الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني أوي فوق ما تتخيلوا. عارفة ان انا مش بنزل فيديوهات باستمرار، وان انا اصلا ما بصورش، وان انا نفسي ابقى معاكم اكتر من كده، بس مش عارفة، يعني حاسة ان انا مشغولة، مش بفضى، مش بمسك، يعني اللي هو انا مش هفضى ان انا اصور ومنتج واعمل كل الكلام ده. لا، انا مش فاضيه الكلام ده كله. فاتمنى الفيديو يبقى خفيف كده وتحبوه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. زي ما انتم شايفين طبعا اكلة العيد اللحمة كباب حلة. ما بموت فيها، يعني انا بحبها، يعني عيد او من غير عيد بحسها اكلة كده جميلة كده مفضلة لقلبي الصراحة. عاملين ايه بجد؟ وحشتوني قوي، يعني يا رب يبقى عيد خير عليكم. عارفة ان العيد خلص بسرعة من غير ما حد يخرج بيستمتع، حتى لو خرجت حاسة انتي ما استمتعتيش برضو، اللي هو لا انا عايزة اخرج تاني. الواحد بجد قاعد بيتخنق من البيت بطريقة بشعة. اتمنى يا رب يبقى عيد سعيد عليكم، ويبقى حلو كده بايامكم، ويبقى خفيف كده وحلو. اتمنى اعرف، نفسي اعرف بس حاجه، بس انتوا بتجيبوا النوم منين؟ نفسي انام حبه من النوم اللي انتوا بتناموها، يعني النوم ما بيعديش عليا سكه. انا عايزه اقول لكم ان انا مصوره الفيديو ده الساعه 6 الصبح. انا مش عارفه انام، حاسه ان اعصابي تعبانه. فيعني ربنا يعديها على خير كده، ويعدي الايام دي على خير كده، ويجي على الايام الجايه كده تبقى هاديه كده وحلوه. زي ما انتوا شايفين طبعا كباب الحله بيتعمل ازاي. انا بشوحه، كل واحد وطريقته بقى، بشوحه لحد ما بياخد لون. بس بنزل بقى بالورق اللوري، لو هتنزلي بحبهان، لو هتنزلي ببهارات لحمه وفلفل اسمر. طبعا ما بنحطش ملح دلوقتي. وبتقلبي تقلبي تقلبي لحد ما ياخد لون زي ما انتوا شايفين كده. تحسي ان هي ايه، يعني ربع سوا كده، وتقومي نازله بالبصل، بيبقى تحفه بقى. وتقومي بقى مقلبه عليها طبعا ومزوده الميه، وتقومي مغطياه عليها عقبال ما بغسل الحاجه اللي في الحوض دي والكلام ده، تكون هي استوت. هتعملي جنبها رز بسمتي، هتعملي جنبها مكرونه، هتعملي جنبها، هتاكليها بعيش، هي بتبقى حلوه يعني في جميع الحالات. بس ما تحلاش غير بالطحينه والسلطه. ميه السلطه، السلطه مش مهمه، اهم حاجه ميه السلطه اللي بناكلها. طبعا زي ما انتوا شايفين مصر اكيد عملنا مكرونه، يعني عملنا طبعا مكرونه وصلصه. المهم باين عليها احنا عملنا ايه. معرفش اصورلكوا التفاصيل والله، لان انا لما باجي بطبخ وكده اللي هو كاني بجري ورا نفسي، يلا نخلص بسرعه، يلا يلا عشان جعان. كنت عايزه بقى احكي لكم قصه خفيفه كده، قصه الحاج حماده. الحاج حماده دون كان راجل غلبان جدا، بيبيع يعني فجل وكركير وطماطم كده على عربيه خشب في منطقه شعبيه يعني وكده. فجت في مرة لقى واحدة ست خارجة من عربيتها بتشتري منه وبعلها وكده، وراحت. المهم كان حسابها يعتبر 50 100 جنيه. فالمهم ان هي اديته فلوس حوالي 1000 جنيه. فهو ما عدش الفلوس عنها في جيبه، وبعدين بشوية بيطلع يحاسب، لقى ان الفلوس اصلا المفروض كان واخدها 100 جنيه، دي لقاها 1000 جنيه وما كانش واخد باله. فطلع ان هو يدور على الست او يشوفها، ملقاهاش. راح رجع بيته، وكان خايف الفلوس 1000 جنيه برضك مش بتاعه مبلغ، والمفروض ان هو حسابه 50 جنيه. فاللي هو عامل ايه ب1000 جنيه دي مش بتاعه كده. راح لقى ابنه مريض جدا، تعبان، عايز يروح مستشفى وعايز يتعالج. فدماغه فضلت تقول له خد الفلوس، يعني اهو هي نسيت، او هي رزقك يلا جت بالغلط. استحرم جدا وفضل يقول لا طبعا دي مش امانتي، ودي مش فلوسي، ودي مش حاجتي ان انا اخدها. فضل مستني يوم، يوم والتاني الولية ما بتجيش، ابني تعبان. بقى بيأخر نفسه في المكان اللي هو بيشتغل فيه عشان خاطر ان الولية تيجي، عشان خاطر ما يروحش ويضعف ويجيب العلاج لابنه. يعني هو بيحاول يجيب، بس مش اللي هو بالكمية اللي المفروض يجيبها. عايز يكشف عند مستشفى كويسة، هو مش عارف برضو يعمل كده. المهم جه بعدها بكام يوم كده، اقل من اسبوع، يعني حوالي 5 6 ايام، لقى الست دي موجودة في الشارع معدية، بس معدية برجليها يعني. وشها متضايق كده، فراح جرى عليها وقال لها ازيك، إيه فاكراني يا بنتي؟ قالت له ايوه فاكراك، انت بتبيع هنا. قال لها مالك حزينة ليه؟
قالت له اصل انا ضايع مني فلوس هنا مبلغ حوالي 1000 جنيه كنت هجيب بيه حاجات ليا ولولادي وكده. فالمهم هي ست مكانتش يعني مكانش اوي ال1000 جنيه بالنسبه لها، بس برضو كانت عايزاه يعني هي كانت ماشيه بالصدفه عادي وده جه قالها فقالت يعني تقول يعني. المهم الراجل طلع ال1000 جنيه وراح قالها خدي اتفضلي الفلوس دي اديتها لي بالغلط خديها انا ما قدرتش اخدها. قالله طب قالت له قالها طب انتي ما صرفت قالت له انت ما صرفتهاش ليه؟ قالها دي امانه يا بنتي وانا ما قدرتش اخدها. الصراحه اصلا الست سالت عليه يعني وقالت يعني الموقف ده فكانت ماشيه فسالت. طلعت هي اصلا دكتوره ما شاء الله عليها وعالجت ابنه وراحت له البيت وعالجته وجابت له العلاج لان بالنسبه لها كان العلاج مش مبلغ لان اصلا ما شاء الله كانت دكتوره وكده. فده يعلمنا اللي هو من ترك شيئا لله عوضه ربنا. الفيديو يكون كان خفيف على قلوبكم هتوحشوني قوي قبل ما اعمل لكم الفيديو الجاي، بس متنسوش طبعا اللايك والاشتراك وبجد بحبكم قوي. باي باي.